مدة بسيطة، ولكن هربت طبعًا بسبب المعاملة تاني. إخواتها طبعًا متجوزين، أختها بتقول أنا ما كنتش باعرف أزورها ولا أروح لها عشان خاطر أنا كنت في حالة وضع وكده، يعني حامل وكده، فأنا ما كنتش باقدر أروح لها عشان المسافة ما بيني وما بينها طبعًا ده كان في مداخلة هاتفية ما بينها وما بين أستاذ عمرو الليثي من 8 شهور، وهي بتحكي طبعًا الواقعة أو المأساة اللي هي يعني عاشتها، وكانت أستاذة سمر نديم معاها يعني في الإستوديو وكده. فطلعت طبعًا، واللي جنني أكتر إن لمّا أبوها اتصل وقال له إن بنتك معايا هنا في الإستوديو دوحة وعايز أعرف إيه اللي حصل، قفل السكة في وشه. فلو البنت بتكدب زي ما هُم بيقولوا بتكدب، ما كانش قفل السكة في وشه، حتى كان عرف وقال إن 1، 2، 3، ولكن هو قفل السكة في وشه وخلاص، وكأن ما فيش حاجة حصلت. طبعًا البنت بعد اللي حصل ده هربت من البيت ونزلت على الإسكندرية، وحصل اللي حصل طبعًا والواقعة المأساوية اللي حصلت لها. ولكن أختها طلعت نفت الكلام دوّة بعد ما أستاذة سمر نديم نزّلت طبعًا بوست طويل عريض، وقالت إن اللي حصل لها كده هي